محدش فينا بيحب الفضاء وبيبقى منبهر دايما بجماله، وعشان كده النهارده هننفذ مع بعض جيم في الفضاء. قد ايه هتبقى ممتعه لان الشخصيات احنا اللي راسمينها، وكل حاجه جوه الجيم احنا كمان اللي عاملين الديزاين بتاعها، والنهارده هنبرمجها. ويلا بينا نتعلم حاجه جديده. اهلا بكل اصحابي المبرمجين. النهارده الشخصيات اللي عملناها في الحلقه اللي فاتت، واللي ما شافش الحلقه يرجع يشوفها. الشخصيات اللي استخدمنا اكتر من ويب سايت علشان نرسمها، ان شاء الله النهارده هنحطها في الجيم بتاعنا على السكراتش. هنعمل الجيم بتاعنا في الفضاء، وهو فكرته ببساطه زي ما احنا شايفين كده، عباره عن روبوت وبيحاول ان هو يجمع على قد ما يقدر البلانيتس والالينز والروكيتس، ويحاول ان هو يتفادى الروكس اللي هي الطوب بقى والميتيرويدز والحاجات ديت. وهنبدا ان شاء الله النهارده مع بعض، وان شاء الله تكون جيم سهله ولذيذه وفيها تحديات كتيره. اتمنى ان انتوا تنفذوها وتعجبكم. ويلا بينا نبدا. الحقيقه اول حاجه حابه ان انا ابدا بيها ان احنا نشوف الالجوريزم بتاع اللعبه بتاعتنا. واحنا اتفقنا قبل كده ان الالجوريزم هو الخطوات اللي انا بعملها علشان اشوف اللعبه ديت محتاجه ايه، البروجكت بتاعي عايز ايه. وببساطه اللي مش عارف ايه هو الالجوريزم يقدر برضه يرجع لحلقات السكراتش بتاعتنا. هنعمل النهارده الالجوريزم بتاع اللعبه. ممكن نعمل الالجوريزم بطريقه من الاثنين، دايما بقول لكم ممكن تجيبوا ورقه وقلم وتبتدوا ان انتوا ترسموا وتكتبوا. مفيش صح وغلط قوي في الالجوريزم، المهم ان انت تبقى فاهم ازاي انت بتخطط للعبه بتاعتك. النهارده هنعمل معاكم حاجه جديده، ان احنا هنفتح الوايت بورد على كانفا. احلى حاجه في الوايت بورد على كانفا ان هو بيبقى دوتد وبيديك مساحه كبيره تقدر ان انت تنفذ فيها اي حاجه انت عايزها. وكمان في تولز هنا اللي على الجنب اللي بتساعدك انك ترسم بالقلم او ترسم بقى كمان اقلام مختلفه، او ان انت ترسم كمان بدايره او مثلث، او ان انت تكتب تكست. زي ما انتم شايفين كده انا عملت لكم تجربه بسيطه علشان تبقوا فاهمين بالظبط نقدر ان احنا نستخدمه ازاي. اول حاجه انا هقول انا عايزه ان الروبوت يسي هالو، يبتدي ان هو يبدا الجيم، يقول لك انت هتعمل ايه في الجيم دي. يبقى دي اول خطوه مهمه بالنسبه لي. تاني حاجه لما بعد ما الروبوت يخلص كلام هيبدا الستارت بوتن، ومن هنا هتبدا الجيم بتاعتي. هقدر ان انا احرك الروبوت والارو كيز اب وداون ورايت وليفت. محتاجه ان انا احط كود، طبعا لكل خطوه من دي اكيد ليها الكود بتاعها. لازم احط في الجيم بتاعتي ان انت لما هتكولكت الجود ثينجز اللي هي الحاجات الكويسه زي الالينز والروكس والبلانيتس هتاخد بلس 1 بوينت. ممكن تكتبوها بالانجليزي، اكتبوها بالعربي، اكتبوها باللغه اللي تريحكم، اعملوا سامبلز، اعملوا رسومات. زي ما قلت لك المهم ان انت تبقى فاهم الالجوريزم فيه ايه، المهم يبقى فيه خطوات واضحه في ذهنك وانت بتعمل اللعبه. بعدين لازم كمان يافويد الباد ثينجز، ان الباد ثينجز ديت لما هتيجي ناحيته او هتخبط فيه هياخد ايه ماينس 1 بوينت. احنا هنعمل كمان تايمر، يبقى انت عندك 30 seconds to get the highest score you can do. يبقى انا مش بس هو هيقعد يكولكت كده، لا انا هعمل له كمان تحدي اكتر، ان انت عندك 30 ثانيه تقدر ان انت تنفذ فيها الكلام ده. هو انا هتحكم، المهم ان احنا هنعمل تايمر ب 30، ممكن بقى اعمله 90 ثانيه حسب الويت اللي هحطها جوه البلوك. هنشوف مع بعض. اوكي، when time is up الجيم هتشو السكور. لو انت جايب السكور 0 او اكتر يبقى انت كده كسبت. لو انت جايب السكور اقل من 0 يبقى ده معناه ان انت معاك حاجات بالنيجاتيف اكتر من الحاجات البوزيتيف اللي خدتها. يبقى في الحاله ديت الجيم هتبقى اوفر وتراي اجين. وكمان حتى لو جبت السكور في النص بتاعك من نيجاتيف من غير ما تخلص التايم، الجيم هتبقى اوفر وتراي اجين. فببساطه هي دي الخطوات بتاعتنا علشان نبدا الجيم بتاعنا. يلا بينا نبدا. اول حاجه هعملها ان انا هعمل ابلود للرسومات اللي احنا عملناها مع بعض المره اللي فاتت. المفروض ان احنا عملنا لها سيف وكانت موجوده عندنا، واللي مش عارف ايه هي تاني يرجع للحلقه بتاعه مش الاسبوع اللي فات بقى اللي قبله، عشان كان في عيد. كل سنه وانتم طيبين. بعد ما احط الشخصيات بتاعتي لقيت ان حجمها كبير جدا، هبتدي ان انا اصغرها. طبعا كل الحاجات دي تقدروا ان انتوا تعملوها من السايز. ولو في اي حاجه فعلا حد حاسس ان هو مش عارفها في السكراتش، انا هحط لكم لينكات كتير على كل خطوه من الخطوات دي مشروحه بالتفصيل في الفيديوهات بتاعه كورس سكراتش. هحطها لكم علشان لو اي حد عايز يعرف اي حاجه يقدر ان هو يرجع لها بسهوله. الحاجه الوحيده اللي هجيبها من اللايبرري بتاعه السكراتش هي الباك جراوند بتاعتي. هجيب بس الباك جراوند بتاعه السبيس. هندخل على الباك جراوند ونختار سبيس وننقي الباك جراوند اللي تعجبنا. انا اخترت الباك جراوند دي لان دي اكتر باك جراوند هتبقى الشخصيات بتاعتي باينه فيها وهي بتتحرك. بعدين هروح اعمل ان هو كرييت البوتن ستارت. برده هجيب البوتن من اللايبرري بتاعت السكراتش، ممكن نرسمه اي حاجه بس هحط عليه كلمه ستارت. وبعدين برضو هعمل بوتن بلاي اجين عشان ايه لو هو في الاخر كسب او خسر يقدر ان هو يلعب تاني في الاخر. ان وات از يور سكور. وكمان عايزين نعمل البانر اللي فوق دوت. نسيت اقول لكم عليه البانر اللي فوق ده اللي هو ايه، بقول له كبدايه بس بانر بيجيننج يعني عاملاه خطوه اضافيه انت هتعمل ايه في الجيم، غير ان هو كمان هخليه ان هو يتكلم ويقول انت هتعمل ايه في الجيم. وعايزين نطلع كمان الروبوت وهو بيرقص، فده معناه ان انا كمان محتاجه اضيف الجيف بتاع الروبوت.
خلي بالنا لما انا هضيف ان هو الروبوت الجيف، ايه اللي بيحصل؟ بياخد وقت شويه، هو بيعمل لودنج علشان خاطر السبرايتس بتاعته كتيره جدا، علشان هو كتير جدا. هنلاقي ايه هيوصل له حاجه و60، لان هو انا عايز بيرقص. فكل لاير، كل حركه هو بيعملها عباره عن بيكشر لوحدها، وهنقول نيكست كوستيوم علشان نشوفهم. فلما هتشوفهم هتلاقوا ان هو بياخد وقت شويه عشان بيعمل لودنج، ده طبيعي. وهنشوف الكوستيوم بتاعنا. بصوا واصلين لحد ايه؟ واصلين لحد 64 او 65 كوستيوم. هنبدا بقى نحط الكود بتاعنا دلوقتي لكل الشخصيات. اول حاجه هعملها انا عايزه اعمل سيت اب الاولاني، لما الجرين فلاج كليك مين الحاجات اللي هتبقى شو ومين الحاجات تبقى هايد. طبعا كل الحاجات دي مش عايزاها على الشاشه. يبقى وين جرين فلاج كليك انا محتاجه ان انا اعمل هايد للستارت بوتن، هايد لكل الشخصيات بتاعتي ما عدا الروبوت وما عدا البانر الابيض اللي فوق. يبقى كل حاجه هديها وين جرين فلاج كليك هايد. بعد ما عملت الهايد ليهم كلهم، وممكن بسهوله جدا ان انا اعمل من جرين فلاج كليكد واعمل دراج ليها لكل الحاجات اللي انا عايزاها، ما اقعدش ان انا اكرر الكود مره ثانيه. وين جرين فلاج كليكد كمان للروبوت، انا عايزه الروبوت يبقى واقف في مكان محدد، لازم ان انا احدده، لان الروبوت دوت هيتحرك كتير خلال الجيم بتاعي. يبقى انا لازم اقول له ان هو ايه المكان اللي هو هيروح فيه، وان هو لازم يبقى شو. ليه بعمل له شو؟ عشان لما نيجي نعمل بلاي اجين هيبقى في حته هيبقى هايد، جزء هيبقى هايد فيه في الاخر. فلازم هنا هو احط البلوك بتاع الشو. يبقى انا هقول له ان هو يروح في مكان محدد، وهقول له ان هو يعمل شو، وهيبدا ان هو يستارت يتكلم الحاجات اللي انا عايزاه ان هو يقولها في بدايه الجيم. هلو، اهلا بيكم، الجيم عباره عن ايه، بريس ستارت بوتن، وهكذا. هنيجي بقى للزرار بتاع الستارت. انا عايزه الزرار بتاع الستارت بتاعي لما الجرين فلاج كليك يبقى مش موجود هايد، وبعدين هيستنى 3.5 سكند. ليه اخترت 3.5؟ لان انا اخترت ان الروبوت يقول الكلام بتاعه كل جمله في 1.5 سكند. فهو هيبتدي يتكلم اللي يقول ان الستارت بتاعتي بريس ستارت تو بيجين. ساعتها انا عايزه الستارت تظهر، يبقى 1.5 سكند 1.5 سكند، يبقى الاثنين مع بعض يعملوا 3 ثواني، 1.5 1.5، وبعدين 1.5. فخليته ان هو يستنى 3 ثواني ونص، وبعدين ان هو يبدا يتكلم. وبعدين انا دلوقتي عايزه ان هو كمان يقول الكلام ده بصوت. لو انا حطيت الكلام دوت تحت السي ان هو السي هتخلص وبعدين الكلام هيتقال، فمش يبقوا مش ماشيين مع بعض. فانا عايزاهم يمشوا مع بعض، فعلشان كده بختار سبرايت ما بتعملش حاجه او مجرد شكل بالنسبه لي. ممكن نعمل الكلام ده في الباك جراوند، او ممكن نعمل الكلام ده في اللي هي السبرايت 1 اللي موجوده هنا، ان هو يسبيك الكلام ده. هنروح من الاكستنشن ونجيب تكست تو سبيتش ان هو يحول الكلام لصوت، وهختار ان هو يسيت اللانجوج الانجليش، وعملت الفويس اللي هو السكويك كده شويه، وهروح اجيب الكلام بالظبط اللي هيتكتب على الشاشه وهخليه ان هو يقوله. وده طبعا بيدي عمق جدا للجيم بتاعنا، وبتبقى شبه الحقيقيه، وتبقى فعلا بجد جيم حلوه قويه، بيدل الديفلوبر مهتم بتفاصيل كتير جدا. بعد ما عملنا كده وان هو بيتكلم، الهدف دلوقتي ان البانر بتاعي انا عارفه ان هي فوق الكود ده هيتكلم، والروبوت في نفس الوقت يقول الكلام، فهنلاقي ان تقريبا الاثنين شغالين مع بعض. Hello, collect as many as you can, but be aware of meteorites and rocks. Press start to زي ما انتم begin. شايفين كده. عايزين بقى نعمل حاجه كمان للستارت، تبقى خاصه بالستارت. وان ذيس سبرايت كليكت هتبروكاست المسج بتاعه الستارت. يبقى احنا كده الجيم بتاعتنا فعليا هتبدا امتى؟ لما الكليك بتاع يحصل لكلمه الستارت. الباك جراوند بتاعتي هي ديت بتبقى دايما اللي انا بحط فيها الحاجات اللي مش معتمده على سبرايت معينه، زي مثلا ان انا عملت تو سكورز الفاريبل زي ما احنا شايفين كده. عايزين نعمل تو فاريبلز، السكور والتايمر. فلما هنعملهم هنحط الفاليو بتاعتهم ان هم يشوفوا فاريبل او هايد فاريبل في الباك دروب بتاعتي. هم ديت باك دروب هتبقى مسؤوله عنهم، لان هم مش مسؤولين، مش لازم سبرايت معينه هي اللي تعملهم. لا، احنا هنزودهم وهنقصهم من خلال الروبوت صحيح، لكن ممكن نقدر ان احنا نحطهم الشو والهايد بتاعهم نحطهم دايما في الايه، في الباك دروب بيكون افضل، ان مهما حصل تغييرات يبقى هو خلاص موجودين عندنا في الباك دروب. الروبوت بتاعنا محتاجين ان احنا نحط له الكود بتاعه اللي هو بيمشي اب وداون ورايت وليفت. هنحط الكود ده الاول، اللي هو لما يمشي ليفت ورايت يبقى انا بغير الاكس اكسس، ويمشي اب وداون يبقى بغير الايه الواي اكسس. فلما نقول لما يجو ليفت يبقى ده معناه في اتجاه النيجاتيف اكس، يبقى هيتشينج الاكس بتاعتي باي نيجاتيف 10، ولما يجو رايت هيتشينج الاكس بتاعتي باي بلس 10، او ان احنا بنكتب 10. لما يجو اب هيتشينج الواي بتاعتي باي 10، ولما يجو داون ارو هي ايه، لما بريس عليه هيتشينج الواي بتاعتي نيجاتيف 10. وده كله موجود في الايفنتس، في حلقه الايفنتس. لما اليوزر بتاعي دلوقتي بروكاست المسج ستارت، هنبدا ايه اللي يحصل؟ اول حاجه البانر اللي فوق عندي دوت هيبدا يختفي، فابتدي ان انا احط له الكود بتاعه ان هو بيختفي. هنعمل دوت ازاي؟ انا مش عايزه اقول له، انا ممكن اعمل له هايد وخلاص، بس ان هو هنقول له when I receive start هيريبيت 10، هيتشينج الجوست افكت باي 10. ومش عارف ايه هو الجوست افكتس او الايفكتس عموما، تقدروا انتوا تشوفوا حلقاتنا قبل كده. بعد كده هنشوف واحد واحد بقى من الميترويد بتاعنا ايه اللي هيحصل له من بلانتس وميترويدز والروكس لما يريسيف الستارت. لما يريسيف الستارت يبداوا ان هم يظهروا على الشاشه عشان الجيم بتاعتي بدات. يبقى هم محتاج ان هم فور ايفر يستارت يعملوا كلون اوف ماي سيلف. كل واحد بيقول يعني كلون من نفسه، يبتدي ان هو يعمل كلون من نفسه.
هنحط ويت علشان الكلون ما يبقاش كتير ورا بعض. ممكن الويت ده يبقى 3 سكند 5 سكند 6 سكند. ليه هغير الويت ده لكل واحد فيهم؟ علشان يبقى الجيم مش كلهم بيظهروا مع بعض في نفس الوقت، كلهم بيختفوا في نفس الوقت، لا احنا عايزينهم ان هم يبقوا متغيرين. يبقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل فور ايفر كرييت كلون اوف ماي سيلف. لما يستورد از كلون هنعمل ايه؟ هيعمل فور ايفر جلايدنج 1 سكند تو راندوم بوزيشن، هيفضل ان هو يعمل جلايدنج على طول. ماشي. وبعدين هقول له ان هو if touching edge، لو انت عملت خبطت في الادج هتعمل ايه؟ هتديليت ذيس كلون بس. لكن طب هو لو خبط في الروبوت هنعمل دوت لما يخبط في الروبوت من عند الروبوت بتاع من عند الكود بتاع الروبوت. هنشوف لسه هنعملها ازاي. الكود اللي احنا عملناه للبلانت هيمشي على الروكس والموترويد والروكس كلهم زي بعض، فهاخد الكود ده دراج واحطه في كل الايه اللي هم الحاجات اللي هو هيكولكتهم اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف، هيبقى ليهم نفس الكود، ان هو هيعملوا كلون اوف ذيم سيلف وهيعملوا راندوم بوزيشن. الحاجه الوحيده اللي هروح اغيرها زي ما انتم شايفين كده ان انا بغير التايمنج بتاعهم، يعني اللي بعمله بقى 4 سكندز بعمله 5 سكندز بعمله 6 سكندز. طيب عايزين كمان نشوف الباك دروب لما تريسيف الستارت هتعمل ايه. الباك دروب لما هتريسيف الستارت انا قلنا اتفقنا ديت اللي بنحط فيها الحاجه اللي مش معتمده على سبرايت معينه، فانا عايزه على طول يبقى في جيم ميوزك شغاله عشان نعملها مور انتر اكتف. فهنخلي ان هو الساوند بتاع اللي انا عاملاه دانس سبيس تبقى شغاله على طول وتبقى موجوده معانا في تبقى موجوده على طول معانا في الجيم. يبقى هنا هو اول حاجه ديت ان انا هعملها ما ريسيف الستارت انت هتعمل الكلام ده. خلي بالنا ان انا لما ريسيف الستارت غيرت وحطيت السيت بتاع التايمر والسكور غيرتهم في الستارت. ليه؟ لان انا اكتشفت ان هما لما يدوس اجين اليوزر في الاخر بلاي اجين يبقى هو لازم هنعمل ايه؟ بلاي اجين ده هيريسي ستارت من الاول. يبقى وين جرين فلاج كليك انا عايزه اعمل لهم هايد لما تبدا الستارت. انا عايزاك تست السكور والتايمر وعايزاك كمان تشو الفاريبل لان الجيم الحقيقيه بتاعتي هتبدا لما الستارت مش لما الجرين فلاج كليك. يبقى هو المظبوط اكتر ان انا احطهم في ايه؟ تحت وين اي ريسيف ستارت. وبعدين فور ايفر انا عايزاك تشغل السونج بتاعتي ديت وايه ظبطت الفوليوم بتاعها. طب وبعدين ايه اللي هيحصل بقى للسكور وللتايمر؟ انا عايزه اقول له ان هو السكور بتاعي اقل من الزيرو يبقى هتقول له ان هو ايه؟ يو لوست. انا هعمل سيت للتايمر بتاعي. ازاي هعمل سيت للتايمر بتاعي؟ التايمر بتاعي هيقل هنا لو التايمر ايكوال زيرو او التايمر ليس ذان زيرو. يبقى في الحاله ديت انت هتعمل ايه؟ هتعمل بروكاست المسج اللي هي ستوب، خلاص وقف كل حاجه التايمر بتاعك خلص، التايم بتاعك خلص. غير كده else هتعمل التشينج تايم نيجاتيف 1. اخر واحد هيرسيف الستارت بتاعي الروبوت هيعمل ايه؟ فور ايفر انت عايزاك تتشيك لما دلوقتي انت خلاص الجيم بدات فانت هتتشيك لو انت عملت كولكشن للبلانيت للروكس سوري للبلانيت او الروكس او البلانيت 2 او الالين يبقى انت كده هنزود هنا السكور ببلس 1. لو عملت بقى للحاجات التانية هنعمل سكور بماينس 1. يبقى انا محتاجه 4 اور لفور كونديشنز يبقى هنحطهم بالشكل زي ما احنا شايفين. وبرده ممكن تقدروا ترجعوا الحلقات بتاعه الاف كونديشن من خلال الكورس بتاعنا. يبقى هنا هنقول touching planet 2 touching planet 1 touching rocket and touching alien. يبقى في الاربعه دول انت هتتشينج السكور باي 1. وهنحط اف كونديشن ثانيه ان هو ايه؟ هيتشينج السكور بس هو هنا مش هيتشينج السكور باي 1 بس، لا احنا هنعمل كمان بروكاست المسج كولكت وهنشوف هنستخدمها ليه. هي ديت اللي هتعمل لي ديليت الكلون بتاعي بقيه السبرايت. قلنا السبرايتس الحاجه الوحيده بيعرفوا يتكلموا مع بعض بيها هي بروكاست مسج، دايما بتبقى مستخدمه كتير خاصه في الجيمز الكبيره. يبقى هنا هقول له خلاص كولكت وهعمل الاف الثانيه بتاعه النيجاتيف سكور اللي هي ايه؟ محتاجه 2 كونديشنز بس اللي هم واحده للميترويد واحده للروكس. هحطها هنا اهوت الاف كونديشن وبرده هتشينج سكور باي نيجاتيف 1. بعدين قررت ان انا برده هديها حته كده ان انا هعمل لها ساوند، هزود احط ساوند ان انا عملت كولكت الحاجه كويسه لما يكولكت الحاجه اللي باخد عليها بلس 1 وهعمل ساوند كانه كولكت حاجه مش كده زعلان يعني لما السكور يتشينج لنيجاتيف 1. يبقى لما البلانيتس هروح بقى كلهم لما يريسيف كولكت هعمل ايه؟ هديليت ذيس كلون وهاخدها احطها في كل الايه الحاجات اللي هيعمل لها كولكت الروبوت لان هي كده كده هيديليت ذيس كلون اذا كان بلس او ماينس فكلهم هيبقى وين ريسيف كولكت ديليت ذيس كلون. يبقى احنا كده فاضل لنا نعمل التو مسج اللي فاضل لنا نعملهم الكود بتاعهم لما يبروكاست يو لوست او يبروكاست يو ستوب. لما يبروكاست يو لوست ببساطه احنا عايزين ايه اللي يحصل؟ انا عايزه الروبوت ال1 دوت اللي هو الاساسي بتاعي الجيب بتاعي مش هيشتغل لسه لان هو يو لوست. هيعمل ايه؟ انا عايزاه ان هو يروح يقف في النص فهقول له ان انت تروح بوزيشن معين اللي هو 0 0 عايزاك بس تقول جمله بسيطه اللي هو ايه؟ خلاص يو لوست. اوكي. وكمان عايزه الزرار بتاع الستارت بتاعي يظهر. ما ننساش نعمل ان احنا هنقول هنا اهوت وين اي ريسيف هروح للزرار بتاع الستارت وهنا اقول له وين اي ريسيف يو لوست هتعمل ايه؟ هتشوف. لسه برضو عايزه الباك دروب بتاعتي لما تريسيف يو لوست انا برضو عايزاها تتغير. عايزه تتغير ان هي تعمل ايه؟ عايزه انها تتغير لان هي تعمل ستوب اول ساوند وهتستارت ساوند بتاع لوز.
الحته ديت ممكن تفرقش معايا في الجيم قوي، بس الحاجات ديت بتبقى تفاصيل بسيطه، بتبقى مهمه جدا. انت بتوري قد ايه انت مهتم بالتفاصيل، الجيم بتاعتك كويسه، وان انت فعلا ديفلوبر كويس مهتم حتى بالصوت بالغنى بكل حاجه، فبتبقى حلوه جدا وبتضيف لمسه حقيقيه على الجيم بتاعتنا. بعد ما خلصنا كده هنبتدي بقى نشوف لما يدوس على زرار ستوب. لما تدوس على الزرار ستوب انا هنا هو عايزاه ان هو يستوب اول ساوند. برضو هنستارت الساوند بتاعه وين. خلي بالكم اي ساوند بحطه لازم علشان يظهر لي في الدروب داون يبقى موجود في التاب بتاعت الساوند فوق، لازم اجيبه واحطه من اللايبرري بتاعت السكراتش. علشان بقى انا دلوقتي الوين انا عايزاه يظهر ايه في الحاله دي، احنا عايزين نظهر الروبوت الجيف اللي هو بيتحرك، وكمان عايزين ان احنا نقول يور فاينل سكور از ونحط السكور بتاعه تحت. حتى لو السكور بتاعه بزيرو هو هيظهره، لان ده معناه ان انت ما خدتش اي حاجه بالنيجاتيف، فده برضو احنا معتبرينه وين. السكور بتاعي يظهر في مكان معين مش نفس السكور اللي فوق. انا السكور ما اقدرش ان انا احركه او تشينج بوزيشن ليه، فعشان كده هسيت فاينل سكور. فاينل سكور ده بس علشان اعمل له شوينج في مكان محدد في الاخر، وهعمل سيت للفاينل سكور دوت لكلمه سكور، هو دوت اللي انا هحطه في الاخر. بعد ما خلصنا بقى الجزئيه ديت هنروح بقى نشوف مين تاني هيريسيف الستوب، اللي هي البانر بتاعي اللي هو بيقول يور سكور از. برضو ديت يبقى دي لما هتريسيف ستوب هتعمل ايه؟ هتعمل شو. يبقى انا هتريسيف ستوب هتعمل ايه؟ هتعمل شو. والزرار بتاع بلاي اجين برضو وين اي ريسيف ستوب هيعمل ايه؟ هيعمل شو. يبقى انا محتاجه ان هما الاثنين دولت هيعملوا شو لما يريسيف ستوب، ولازم كمان ان انا اعمل لهم هايد لما ستارت اجين. يعني لما باي ريسيف الكلمه ستارت هيعمل لهم هايد، لان هما مش موجودين غير في الاخر. ماشي، لازم نفكر بالترتيب، نرجع للالجوريزم بتاعنا. لو حسينا ان احنا تايهين في النص نوقف ونعمل خطوه بخطوه علشان خاطر ما نتلخبطش، لان الحل الوحيد علشان السبرايتس يكوميونيكيتوا مع بعض هو بيبقى عن طريق البرودكاست مسج. انا عايزه اوريكم الشكل الاخير بتاعي وين هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى بالظبط عندي الروبوت والسكور والزرار بتاع بلاي اجين، بس هم دول اللي هيبقوا موجودين. وهيبقى الروبوت دوت طبعا اتفقنا ان هو لما يريسيف الستارت بوتن اللي هو الجيف دوت هيظهر، وهنعمل له فور ايفر نيكست كوستيوم علشان خاطر ان هو يبتدي ان هو يعمل الدانس. هيعمل فور ايفر نيكست كوستيوم، وبرده لما يريسيف الزرار بتاع الستارت هيعمل هايد. لما يريسيف قصدي المسج بتاع الستارت هيعمل هايد، ولكن لما يريسيف المسج بتاع ستوب هيعمل شو. هيبقى شوف المكان المحدد اللي انا حاطاه فيه، وهيبتدي ان هو فور ايفر يعمل نيكست ايه كوستيوم. الجيم بتاعتي كده خلاص خلصناها وشغاله، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى كمان ان انتوا تكونوا فعلا بجد اتعلمتوا فيها حاجه مفيده. ممكن تكون الجيم كومبليكيتد على بعض الناس، فامشي بقى خطوه خطوه، ولو في حاجه مش فاهمها تقدر بسهوله ان انت ترجع للفيديوهات القديمه اللي انا حطاها لكم. كل الفيديوهات او كل الدروس اللي احنا مرينا بيها انا حطيت لكم اللينك بتاعها فوق في الفيديو هتلاقوها. في حاجه اخيره قبل ما تبعتوا لنا تطبيقاتكم عايزه اقول لكم عليها، ان انا عايزه اقول لكم على فكره جيم ممكن تبقى ظريفه لذيذه بالنسبه لناس كتير، تقدروا ان انتوا تنفذوها وتبعتوها لنا طبعا تحت هاشتاج كود فور اول الجيم دي او الفكره الجديده. هوريكم فكرتها ببساطه مع بعض. فكره جيم تانية انا عملتها برضو بتعتمد على ان هو هيعمل كولكت الحاجات برضو كتيره جدا من السبيس، بس بدل ما الحاجات دي هتبقى بتتحرك او بدل الروبوت ما يبقى يتحرك هنعمل كولكت بيها عن طريق الماوس كليك، ان احنا لما ندوس عليها يبقى احنا كده عملنا لها كليك. طيب وديت هي هتتحرك؟ لا، هي هتظهر وتختفي بسرعه، هتظهر وتختفي بسرعه، ومطلوب منك ان انت تجمع اكبر عدد ممكن من الحاجات، وطبعا لازم تافويد حاجه معينه تبقى انت عاملها هي ديت بالسكور ايه النيجاتيف. هيبتدي بقى ان هو يجمع حاجات كتيره جدا، الحاجات بتظهر وبتختلف، حاجات بتظهر وبتختفي زي ما احنا شايفين كده باوقات مختلفه، يعني مش كل حاجه بتظهر وبتختفي في نفس الوقت. وبعدين هنخلي الروبوت اللي تحت ده تخليه يرقص، لما كل ما نجمع 5 حاجات هيرقص. طيب يبقى هنا اهوت انا هشيلكم حته كده حته من الكود ان هي معتمده على حاجتين. اول حاجه ان احنا هنستخدم ريبيت بلوك جوه الفور ايفر بلوك علشان خاطر نخليها تبقى شكلها زي الجوست كده بتختفي. الحاجه الثانيه حته الروبوت اللي بيرقص عند 5 دوت هنعملها ازاي. هنعمل ان لما السكور بتاعي مود 5 دايما بيتشيك، لما السكور بتاعي مود 5 ايكوال 0 يبقى في الحاله دي هيبعت مسج للروبوت يقول له ارقص. هنعملها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها مود، والمود دوت اللي هي حاجه بترجع الباقي. يعني ايه بترجع الباقي؟ يعني انا قلت دلوقتي 3 اسم 2 يبقى باقي نص، يبقى هو ده الباقي. طب لو انا قلت دلوقتي 10 مقسومه على الاثنين يعني 10 ديفايدد 2 يبقى الباقي 0. يبقى لو هيبقى المود دي لما تبقى المود ده بقى الباقي بزيرو يبقى ده معناه ان الرقم ده ديفيزبل باي 5 اللي هم ايه 5 10 15 20 اللي هو كل جدول الضرب بتاع 5.
كل التايم تيبل بتاع 5 لما بيبقى مود 5 يبقى اكيد الريمايندر او الباقي عندي هيبقى 0. في الحاله ديت هيبعت مسج للروبوت ويخليه يرقص. انا كده اوريكم التو جيمز اللي احنا ممكن نعملهم المره دي، التو جيمز اللي احنا اتعلمناهم النهارده. اتمنى ان هم يكونوا عجبوكم. يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه بتاعتنا، وما تنسوش كل تطبيقاتكم تحت هاشتاج كود فور اول. وكمان الاجازه بدات، فلو اي حد نفسه في اي حاجه عايز يتعلمها او عايز يعرفها يكتب لنا في الكومنتات، واحنا اكيد هنعمل لك فيديو عليها. وهابي كودينج.